الاكله اللي ما ينفعش تتعمل غير يوم الجمعه وبس. يوم الجمعه ربنا يا رب يعيدوا عليكم بالخير كل اسبوع يا رب، بيبقى يوم اللمه، فلازم نعمل اكله تكون مميزه وبتحب اللمه. تعالوا شوفوا عملنا اكله ايه النهارده، وقولوا لي في الكومنتات انتوا كمان عملتوا غدا ايه. صلوا على النبي، اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. يلا نقول بسم الله. في الأول طبعا صلينا الجمعة وولعت عود البخور المميز بتاع كل جمعة، وجبت بقى هنا اللحمة بتاعتي وبدأت أشوحها. معايا بقى توابل فلفل أسود وشوية من البهارات السبعة اللي أنا بحضرهم، وشوية حبهان ورق لورا، بصلاية وطماطماية جزراية وقرن فلفل اللي متاح عندك ضيفيه، واديها تشويحة محترمة كده، خليها تاخد صدمة وتقفل المسام بتاعتها كلها. بعد ما تتشوح معانا بنكون مشغلين على الكتل يغلي مية علشان نصب عليها، المية بتغلي على طول. ده كده بيكون شكلها بعد التشويح. نزلت بقى بالميه، ومش عايزه اقول لكم بقى الريحه هنا عامله ازاي. لو حابه تعمليها في حله كبيره اعمليها، لو حابه كميه الشوربه تكون كتير، بس انا عايزه الشوربه تكون مركزه وقليله. هنا بقى بدأت على ما تستوي أحمر الشعرية وأعمل شوية رز بشعرية محترمين. أنا بحب أضيف الرز قد كمية الشعرية بالظبط. وعاوزة أقول لكم يا جماعة أنا من النوع التقليدي جدا في الطبخ، يعني بطبخ زي أمهاتنا بالظبط. شوحت الرز تشويحة محترمة، وبعدين حطيت شوية ملح ومكعب مرق، وبس كده. هنزل بقى عليهم بالمية المغلية. بصوا شايفين لون الرز وشكله عامل ازاي وحلو ازاي، علشان الرز قد الشعرية. لما بتكون الشعرية اقل من الرز مش بحب شكل الرز خالص، بسيبه عريان كده لحد ما يتشرب، وبعدين بوطي عليه شمعة. هنا بقى هنحضر صينية البطاطس العالمية. شوية بصل كده متقطعين شرايح، عليهم رشة فلفل اسود، ومعلقة كبيرة من التوابل بتاعتي ال11 بهار، وكمان فصين 3 كده من الحبهان. لازم ندعك البصل بقى كويس قوي، وزودي البصل في الوصفة دي علشان بيكون هايل قوي. قطعت بقى بطاطس كده طرنشات تخينة، وعليهم قرنين فلفل رومي، وممكن تحطي حامي لو حابة. هقلب كله مع بعض كده بالشكل ده، وتكون بقى خلاص اللحمة بتاعتي استوت. هضيف لها الملح في آخر غلوة، وهطلع اللحمة على البطاطس على طول. شوية شوربة مركزين والله يا جماعة يستاهل بقكم. بصوا اللحمة ما بطفيش عليها غير وهي مستوية ودايبة، يعني مش باخدها نص سوا ولا حاجة، لا تكون دايبة ومستوية كده. شوية الشوربة بقى دول يتصفوا كده، وبألف هنا وشفا على قلوبكم. لو اتعمل بيهم ملوخية ولا اتسقى بيهم محشي دول ما اقولكوش بقى بيبقوا سكر. حطيت اللحمة على البطاطس وبديها تقليبة كده، وبتشرب بقى من التتبيلة بتاعة البصل والبطاطس والكلام ده كله. بحضر بقى شفشق طماطم بضربه في الخلاط من غير مية او في الكبة، ومعاه بس فصين 3 من التوم، وبس كده. يا خبر ابيض على الريحه اللي هتشميها اول ما ترفعي الصينيه على النار. ايوه ما انا برفعها على النار تاخد غلوتين 3 كده، وبعدين بدخلها الفرن وبشغل الشوايه والفرن مع بعض. هنا بقى كده كان عندي شوية فلفل هريسة أو فلفل شطة في التلاجة، كانوا هيبوظوا خلاص وقربوا ينطقوا، فعملتهم كده وأنا بشتغل. فحبيت أقول لكم إن انتوا طول ما انتوا شغالين لموا وراكوا، يعني في حاجة في التلاجة بنلمها بنعملها. حبيت أحفزكم للموضوع ده. فعملت شوية هريسة، خدت منهم معلقة مع فصين توم مع طماطماية وشوية كمون وليمون. كمون مين؟ مشوها كمون والله ما أنا ماسحة. شوية كمون وليمون وشوية ملح، وعملت احلى دقة بتنجان في الدنيا، احلى دقة بتنجان مخلل خطيرة. ان شاء الله اعمل لكم بقى البتنجان المسلوق بتاع العربيات اللي ابو قلب احمر ده، علشان انا عقبال عندكم يا رب كده عاملة دايت، والبتنجان ده غلط عليا بصراحة. فهعمل لكم بقى ان شاء الله وصفات حلوة قوي للدايت، تابعوني وان شاء الله يعجبكم. بصوا بقى البطاطس بعد ما خرجت والله يا جماعة شكلها خطير، تستاهل بقكم، دايبة دوبان، واللحمة زبدة مربى يا معلمي مربى. قولولي بقى اكلتوا ايه النهارده، او عملتوا غدا ايه في يوم الجمعة. بحبكم في الله، وهتلاقوني سايبه لكم الدعاء مكتوب في اول تعليق ان شاء الله. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.